طيب دي أوضة أنا مستأجرها، مش هيمنع حاجة لو أنت أجرت حاجة وسبتها نظيفة زي ما أنت استلمتها على الأقل، أو تسيبها كويس، مع إن سعدية عايزة تنضف والله. طيب فولنا، يلا بينا نتوكل على الله. طريق الخارج الرياض بيفكرني بالظبط زي الدائري في الرياض. بشاير الزحمه بدات تهل، كله بقى مروح من شغله واللي رايح يسلم شغله. يا صباح الفل، تعالوا بس اوريكم حاجه قبل ما انزل واسيب الاوضه اللي انا فيها. طيب دي اوضه انا مستاجرها، ودي طبعا دي حاجه شخصيه، بس انا قلت اقول بالنصيحه بس مش اكتر، لان دي من نظافتك الشخصيه. مش هيمنع حاجه لو انت اجرت حاجه وسبتها نظيفه زي ما انت استلمتها على الاقل، او تسيبها كويس، الحاجه ملمومه كويسه، ما فيش اي حاجه في الارض، الله يكرم كل الزباله في مكانها، كل حاجه مترتبه 100%. ناس سايبه لك هنا حاجات تستخدمها والكلام ده، والله يكرمكم الحمام، الدنيا تمام خالص. فدي بتسيب طبعا عندك انطباع كويس، بتسيب انطباع ان انت شخص نضيف، بتسيب انطباع ان انت تقدر تيجي تاني والناس ترحب بيك في اي وقت عشان انت نضيف. بس دي كانت حاجة يعني انا شايفها كويسة، ان انت تسيب علامة كويسة لنظافتك مش اكتر. مفيش مرايات هنا، الاسانسير الوحيد اللي طلعت فيه مفيهوش مرايات. الجو نار، الجو نار، بس الحمد لله سعدية واقفة في الظل، او الظل جه زيارة لسعدية، مع ان سعدية عايزة تنضف والله، شحامة وحالتها قرف. ندخل نفول كده على السريع قبل ما نمشي. طيب فولنا، يلا بينا نتوكل على الله. طيب انا فين دلوقتي؟ انا لسه خارج من الخارج. حلو، خارج من الخارج كده. المهم انا خارج من الخارج ورايح للرياض ان شاء الله. وطبعا انا بيبقى معايا كام يوم في الرياض شغل، فده اخر يوم في الرياض شغل. شمس عامله شغل معايا هنا جايه في وشي، يعني حاجه يا رب، بس يا رب محبهاش تيجي من الجنب ده نهائي والله. المهم بقى انا سبت الموبايل، مشكلته بقى بيبقى صعب بقى في التصوير وانا سايق، بس ربنا يكتب السلامه ان شاء الله. طريق الخارج الرياض بيفكرني بالظبط زي الدائري في الرياض. هو مفيش وجه مقارنه قوي يعني بصراحه، لان كده كده الدائري بيبقى زحمه جامد، بس ده بيبقى زحمه برضه. بس الميزه في ده ان هو ماشي، على عكس الدائري في اوقات بيجي بيقف كده فيه. المهم النهارده بصور لكم الفيديو عشان اليوم ده بصراحه بيكون من احسن واسعد الايام عندي. مش قوي يعني، بس بيبقى من احسن الايام اللي بتفك فيها بصراحه. يعني معلش انا الرياض بصراحه زحمه جامد، وانا من نوعيه الناس اللي ما بحبش الزحمه، عشان كده انا برتاح قوي وانا طالع من الرياض. كده كده انا كان لسه طالع من الخارج ورايح متوجه للرياض ان شاء الله. بخلص في الرياض على اخر اليوم بقى خالص ان شاء الله على الساعه 12 بتحرك بقى، بتكون وجهتي على القصيم باذن الله. طبعا هصور لكم بقى ان شاء الله وانا طالع على طريق القصيم باذن الله. بحس كده بقى بايه، روحي ردت لي بقى بعد الزحمه وبعد المعاناه في الشغل والكلام ده والطريق، واخد ساعه من هنا وساعه من هناك، الله المستعان. الحمد لله العربيه عندي فائت بعد ما عملنا الشغل اللي فيها، وبقى سحبها جميل خالص، يعني رجعت نفس الاول. ممكن كمان انا عشان عربيه الصندوق خفيف شويه ورا، بس كويس يعني، ما كويسه حاليا دلوقتي الحمد لله يعني. بشاير الزحمه بدات تهل. طبعا انا اللي داخل في وقت يعني بصراحه غلط، كله بقى مروح من شغله واللي رايح يسلم شغله، الدنيا زحمه. بس طبعا الحمد لله احنا يعتبر في اول الاشاره. انا اللي ورايا بقى ايه كوم، ربنا يعدي اليوم على خير ان شاء الله. الشمس ايه عامله شغل. الاشاره دي عايزين ناخد شمال بقى عشان ندخل ايه حي الشفا. صراحه الحي الشفا ده الحي الوحيد اللي بحبه في الرياض هنا بصراحه، يعني بزياده. ممكن بعدين نسيم كمان. بالنسبه للرياض، الرياض بصراحه البلد الوحيده اللي ما بعرفش امشي فيها لوحدي، لازم الجي بي اس يكون صديقي كده في المشي. اي بلد تانية، بس طبعا ده بحكم شغلي، يعني انا بتكلم بالنسبه لشغل انا. اي بلد تانية في شغل انا الحمد لله بعرف اتحرك من غير جي بي اس. البلد الوحيده بقالي سنه ونص دلوقتي في الشركه اللي انا فيها ما بعرفش امشي كده لوحدي، لازم في الرياض بالذات مشغل الجي بي اس. يا دوب اطلع من الرياض اقوم قافل الجي بي اس بقى وماشي بايه، ماشي بخيالي وماشي بكل حاجه لحد ما اوصل كده بمكان. طبعا الحمد لله خلصنا يومنا في الرياض، كان يوم طويل والله، بس يعني الحمد لله عدى على خير. انا دلوقتي على طريق القصيم، لسه طالع من الرياض من شويه، فالحمد لله بقى خلصنا وطلعنا بره الزحمه. بس والله يمكن الزحمه المره دي مش كبيره يعني،
ما كانتش زحمه كتير الحمد لله. يمكن عشان احنا في اجازه صيف وما فيش زحمه بقى والكلام ده، مفيش عربيات هنا، فالحمد لله اليوم كان متيسر يعني شويه. الزحمه كانت موجوده بس يعني هي كانت بتمشي الحمد لله يعني. طيب الحمد لله خلصنا يومنا الجميل، وان شاء الله متوجهين على القصيم باذن الله. ودلوقتي انا وقفت في محطه مريح شويه، ودلوقتي هروح اخد قهوتي الجميله، نشتري ميه ونستمتع بالطريق ان شاء الله، وربنا يوصلنا بالسلامه باذن الله. المهم انا ما عرفتش اظهر بوشي بقى دلوقتي في اخر الفيديو، لان طبعا الجو ليل وانا بصور بالموبايل، فالاضاءه مش هتبقى ولا بد. اعتقد الصوره كده كويسه مع ان الازاز اصلا عايز يتغسل، بس يلا. المهم لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش من دعمكم الجميل، وانتظروني في الفيديوهات اللي جايه باذن الله، وحاجات مختلفه بقى بعد كده باذن الله. وبرده مش هننسى النصايح، ومش هننسى الكلام اللي بننزله في الشورتس. يلا احلى تحية ليكم والسلام عليكم.